السلام عليكم. اغلى طلاب في الدنيا واغلى طلاب في مصر كلها، احلى مؤرخين في الدنيا. خلاص يا بطل، هي تالتة اعدادي خلاص بتنتهي، ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله النهارده عامل لك مراجعه كويسه جدا باذن الله، مش هيطلع منها الامتحان. لمم لك كل اجزاء المنهج، لو انت مضيع الدنيا كلها هتلاقيني باذن الله لمم لك الدنيا. صلى على النبي، زين النبي صلاه، نوحدوه ونبدا باذن الله. بص شباب، اول سؤال ممكن يجي لي سؤال: اكتب ما تشير اليه العباره او ما المقصود. معنى ايه الكلام ده؟ يعني يكتب لك كلمه صغيره وانت حبيب قلبي تبدا تكتب التعريف الكبير، او يكتب لك التعريف الكبير وانت تكتب الكلمه الصغيره. طيب اول حاجه قابلتني حاجه اسمها الزراعه الكثيفه. هي الزراعه شباب كام نوع؟ الزراعه نوعين: زراعه بدائيه وزراعه متقدمه. الزراعه المتقدمه نوعين: كثيفه وتجاريه علميه. طب الزراعه نمسك واحده واحده. نمسك يا باشا الزراعه البسيطه. اول حاجه الزراعه البسيطه، استاذنا يعني ايه بسيطه؟ انا راجل فلاح على قد حالي، حته ارض صغيره، يبقى ديك المساحه، ما بستخدمش الات، يا دوبك اوفر احتياجاتي، يبقى هي زراعه يعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيره ومعزوله. طيب انا دلوقتي الناس عندي زادت، فبخش في النوع الثاني اللي هي الزراعه المتقدمه الكثيفه. طب يعني ايه زراعه كثيفه؟ بزرع الارض بشكل مكثف. زراعه الارض بشكل مكثف اكثر من مره في العام باكثر من محصول لاشباع حاجه السكان. زراعه بشكل مكثف لاشباع حاجه السكان المحليين. طب الزراعه التجاريه، يعني ايه زراعه تجاريه؟ الزراعه التجاريه هي الزراعه التي بيهدف بها انتاج ضخم، يبقى مساحه واسعه، انتاج ضخم، بستخدم آلات بالتكلفة أقل، يبقى زراعة تعرف باسم الزراعة الواسعة وتهدف إلى زيادة الإنتاج التجاري الضخم. طب الرعي ده أنا جايب شوية حيوانات وبرعاهم. الرعي كام نوع يا محمد كرم؟ الرعي نوعين: رعي بدائي ورعي تجاري. طب لو رعي في الصحراء، صحراء حاره اللي هي في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام، اللي السكان بيقلوا، اللي العمال بيقلوا فيها بسبب تدفق البترول وتوطين البدو، ده اسمه صحراء حاره. او صحراء معتدله شبه اللي موجوده في وسط اسيا، اللي العمال بتقل فيها بسبب انتشار التعليم. او الرعي او الصحراء البارده اللي موجوده اقصى شمال اسيا واقصى شمال اوروبا، اللي هي بنسميها التندرا. طيب دي صحراء واسعه. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمه رعي بدائي، رعي يمارس في جماعات سكانيه في مناطق صحراويه، واتفقنا ان الصحراء 3 انواع. الرعي التجاري رعي يمارس في مناطق الحشائش سواء استافانا او ستيبس وانقارات العالم المختلفه، وبعتمد على اساليب علميه حديثه. طيب النشاط التعديني هي عمليه استخراج المعادن من باطن الارض، بس لازم تبقى حضرتك عارف ان قبل التعدين في عمليتين وبعد التعدين في عمليه. طب ايه اللي بيحصل قبل التعدين؟ عمليه الكشف والبحث وعمليه اعداد المنجم. طب بعد التعدين عمليه ايه؟ النقل والتوزيع. طب يبقى التعدين هي عمليه استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض. طيب الطاقه، يعني ايه الطاقه؟ هي المحرك الاساسي لحياه الانسان. يبقى الطاقه هي المحرك الاساسي لحياه الايه؟ الانسان. طب تعالى نحل شويه بنفس النمط. يتم توليدها من محطات تدار بالفحم والبترول والغاز الطبيعي. هي ايه الكهرباء اللي بنجيبها من الفحم والبترول والغاز الطبيعي؟ الكهرباء الحراريه. طيب يتم توليدها من محطات تدار عن طريق تدفق المياه. كهرباء بتيجي من الميه، يبقى الطاقه الكهرومائيه. طيب كهرباء بتيجي من الطاقه النوويه، يبقى الطاقه النوويه. طب يجي يقول لك ايه؟ كان المصدر الرئيسي للصناعه في اواخر القرن ال 18 حتى اوائل ال 20. كان مين اساس الصناعه في الفتره دي؟ الفحم. طيب يعد اهم مصادر الطاقه، يرتبط بالاقتصاد والاجتماع والسياسه. ايه مصدر الطاقه غير الفحم؟ اقول لك البترول. طيب احد محاصيل الطبيعه الخاصه، محاصيل طبيعته خاصه. ماله؟ انا عندي الشاي وعندي المطاط. وتعد تايلاند في اولى في ايه؟ في الشاي، الله يبارك لك. طيب اقليم صناعي يعد من اكبر الاقاليم الصناعيه. ايه اكبر الاقاليم عندي؟ شمال شرق الولايات المتحده. طيب محصول طبيعه خاصه، موطنه الاصلي شرق اسيا. ايه اللي موطنه الاصلي شرق اسيا؟ الشاي، الله يبارك لك. هواء رطب، حراره مرتفعه، مياه وفيره. عاصمه اقليم بافاريا اللي موجوده في المانيا ايه هي؟ ميونخ. طيب غذاء رئيسي لكثير من سكان العالم خاصه الساحل. الناس اللي قاعده على الساحل بتاكل ايه؟ الاسماك. طيب هيئة تمثل التكامل في الجوانب الاقتصادية. الهيئة الوحيدة اللي خدناها هيئة الاتحاد الأوروبي.
طيب يجي بعد كده بيقول لك ايه استاذنا اخر درس في الوحده الاولى ده رخم قوي كله حفظ. اقول لك لميتهولك على قد ما اقدر. انا عندي كام اقليم صناعي؟ انا عندي 5 بالصلاه على النبي. ايه هم ال5؟ اقليم غرب ووسط اوروبا، شمال شرق الولايات المتحده، روسيا واوكرانيا، شرق اسيا، وبعض المراكز الصناعيه اللي بنسميها اقاليم برضه بنعتبرها اقاليم. طب يا استاذنا اول اقليم غرب ووسط اوروبا هو بيضم كام دوله؟ عم محمد كرم بيضم 3: انجلترا وفرنسا والمانيا. والثلاث دول دول حصل بينهم تكامل، فالتكامل عمل حمايه للجمارك. حمايه الجمارك اتدعمت من هيئه الاتحاد الاوروبي. طيب شمال شرق الولايات المتحده ده اكبر الاقاليم الصناعيه، في نوعين من الصناعات، صناعات هندسيه وصناعات خفيفه. طيب وصلنا لحد هنا بس كده زي الفل. اقليم روسيا واوكرانيا. روسيا واوكرانيا ده بيضم حته اسمها موسكو وما حولها ومنطقه الاورال، والمنطقتين بعاد عن بعض، فعشان كده ده اقليم في مناطق متباعده. اقليم شرق اسيا. طب انت ايه في شرق اسيا؟ قال لك انا عندي 3 اماكن: جزيره اسمها هينشو في اليابان، وجمهوريه اسمها كوريا، وبعض اجزاء الصين. طب نخش بقى على المراكز. كل قاره فيها كام مركز؟ امسك لي يا عم محمد كرم قاره اسيا. جنوب شرق اسيا فيها ايه يا عم؟ اقول لك فيها ماليزيا، سنغافوره، اندونيسيا، تايلاند. ماليزيا، سنغافوره، اندونيسيا، تايلاند. طيب دول الخليج العربي خاربينها بيعتمدوا على الصناعات البتروليه. طب الاوقيانوسيه استراليا يبقى فيها مركز استراليا، هي اشهر حته فيها. امريكا الشماليه كندا والمكسيك، هم كندا والمكسيك. اقول الولايات؟ لا يا حبيبي قلب، الولايات في مركز لوحدها. طيب امريكا الجنوبيه فيها شيلي، برازيل، ارجنتين. شيلي، برازيل، ارجنتين. افريقيا مصر وجنوب افريقيا. طب يا استاذنا هنخش بعد كده على مقارنه سريعه بين انواع الزراعه. صلوا على النبي. باشا انا الزراعه بجيب انواعها من دماغي. يعني ايه؟ انا الزراعه عندي نوعين: زراعه بدائيه بسيطه وزراعه متقدمه. الزراعه البدائيه البسيطه في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه عند حشائش السافانا. طب انا راجل فلاح على قد حالي، يبقى حته ارض ضيقه، يبقى ضيق المساحه المزروعه. صعوبه استخدام الالات عشان مساحه ضيقه. طيب استخدام ادوات بدائيه بسيطه، بوفر الاحتياج المحلي. ما عنديش ارض كبيره اعمل انا راجل فلاح على قد حالي. طب بتتزرع، قلنا الزراعه دي اول حاجه ضيق المساحه، ادوات بدائيه بسيطه، توفير انتاج محلي، قله عدد العمال، مناطق متباعده. ايه المحاصيل اللي بزرعها؟ يم، كاسافه، موز، ذره. طب تاني نوعين دي اسمها زراعه متقدمه، مقسومه لكثيفه ومقسومه لتجاريه. لسه قايلين الكثيفه فوق والتجاريه فوق تعرفهم. طب الزراعه الكثيفه قلنا يا شباب مساحه هي صغيره ولا كبرت؟ اقول لك لا هي المساحه الصغيره. طب انا عايز اكبر فيها اعمل ايه؟ ازرعها اكتر من مره، يبقى اديك المساحه. طب انا عندي الات؟ لا ما بستعملش الات عشان مساحه ضيقه. طب انا عايز ازرع كتير اعمل ايه؟ قال لك هات عمال كتير عشان يزرعوا البذر والري وتنقيه الحشائش. يبقى خصائصها ديك المساحه، صعوبه استخدام الالات، ايدي عامله وفيره. طبعا محمد كرم الزراعه التجاريه، لا يا عم ده واحد تاجر عايز يكسب، تهدف للانتاج التجاري الضخم، بستخدم الات، عمال قليله، اتخصص في محصول واحد والتكلفه تقل. طيب يبقى دي انواع الزراعه. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ استاذنا بص انا في سؤال على طول بيجي لي وبتلخفن فيه مهم قوي. بصراحه انا بنسى المدن اللي في نيجيريا واللي في المانيا واللي في البرازيل بيخشوا على بعض. اقول لك صلي على النبي وركز معايا، سؤال لازم يجي لك. طيب نمسك البرازيل. ايه الاماكن اللي عرفناها في البرازيل؟ برازيليا، ساو باولو، ميناوس، وريو دي جانيرو. دول ال4 اماكن. طيب برازيليا العاصمه الحاليه على اسمها البرازيل. طب ساو باولو اهم المواني وتقع عند المحيط الاطلنطي وتشتهر بضخامه شواطئها. طب ميناوس، طب الاسم ده ما ذكرش ياما. اقول لك دي احنا عملناها عند نهر الامازون عشان نوزع السكان، نقول للسكان اطلعوا فوق اقعدوا هناك. طيب ريو دي جانيرو دي العاصمه القديمه، يبقى انا عندي كام مكان؟ 4. ريو دي جانيرو القديمه، ساو باولو اهم المواني، ميناوس عند فوق عشان ننقل عليها السكان، فاضل لي واحده اللي هي برازيليا اللي هي العاصمه الحاليه. طيب خشنا على نيجيريا. عندي 3 مدن: ابوجا، لاجوس، ابيدان. مستار مين ابوجا؟ اقول لك دي العاصمه الحاليه. يعني يا استاذ انت روح نيجيريا قول لهم انا عايز اروح العاصمه، هيقول لك روح ابوجا. طب لاجوس العاصمه القديمه اللي هي كانت قبل ابوجا، وعلى فكره دي اهم المدن هناك، يقول لك العاصمه الاقتصاديه واهم المدن هناك مزدحمه بالسكان. طيب ابيدان ده اهم المواني. يبقى شباب هو انا ينفع اقول ابوجا شبه برازيليا دلوقتي؟ اقول لك الاثنين عواصم حاليين. ولاجوس شبه ريو دي جانيرو؟ اقول لك ايوه. طب ابيدان شبه مين؟ اكتب بقى انت. طيب جه بعد كده بيقول لك المانيا. المانيا فيها برلين اللي هي العاصمه الحاليه،
ميونخ عاصمة إقليم بافاريا لسه حليناها فوق، وهامبورغ ودي أهم المواني وقريبة جدا من بحر الشمال. طيب سؤال هيجي يقول لك ما العلاقة؟ سؤال أكيد جاي لك ما العلاقة إن شاء الله يعني. ما العلاقة بين مصر وأي دولة من الدول؟ طب أنا عندي مصر والبرازيل ومصر ونيجيريا ومصر وألمانيا. طيب مصر والبرازيل تصدر مصر للبرازيل، مصر احنا بنبيع للبرازيل ايه؟ بنبيع لها القطن يا باشا والاساس والاسمده والمواد الغذائيه والمنسوجات. طيب احنا بنبيع كل ده، امال بنشتري ايه من البرازيل؟ السكر يا سكر، اللحوم المجمده، الحديد، البن، واحد يقول لي اللبن، البن وده احسن نوع بن في الدنيا، والحبوب الزيتيه. طيب دي علاقتنا مع البرازيل، لازم احفظها، واحفظ من هنا يا عم 2 واحفظ يا عم من هنا 2 والحمد لله على كده. طيب نيجيريا، احنا بنبيع لنيجيريا ايه؟ اقول لك الاسمده، المعدات الثقيله، الاطارات، الاسلاك النحاسيه، محولات الكهرباء، مواسير الالومنيوم. طب احنا بنشتري منها ايه؟ هي السلع الزراعيه والحبوب الزيتيه بس. يبقى الحبوب الزيتيه هو الزيوت بس، ده اللي نيجيريا بتزرعه. طب المانيا بقى دي مهمه قوي، وده الحصان الربحان. ليه يا استاذنا؟ ليه الحصان الربحان ودي مهمه قوي وبتيجي كتير؟ اقول لك عشان احنا والمانيا لنا علاقتين مع بعض، علاقه ثقافيه وعلميه وعلاقه اقتصاديه تصدير واستيراد. طيب العلاقه الثقافيه والعلميه، المانيا بانيه في مصر هيئه الاتحاد العلمي الالماني، الجامعه الالمانيه، معهد الاثار الالماني، وعلاقات اقتصاديه كمان في ايه؟ المانيا ساعدونا ماليا في انشاء محطات توليد كهرباء من الرياح. ايه ده يا استاذنا؟ هي المانيا ساعدتنا؟ دعمتنا حبيب قلبي. طب استيراد وتصدير، احنا بنبيع لالمانيا البترول، الغاز الطبيعي، الملابس. ملابس انت تقصد ان المانيا تلبس زينا؟ اقول لك ايوه، منهج ولا قال كده. تستورد، احنا بنشتري منها ايه؟ صناعات كيماويه، الات، سيارات. طيب استاذنا كده الله ينور، انا يعتبر لميت ايه؟ اهم حاجه في اخر 3 دروس. طب قول لي يا عم محمد كرم، انا بخش المحاصيل على بعضها وبحس ان انا متكعب. اقول لك ظهرك لورا كده، كوبايه النسكافيه بتاعتك وركز معايا، هنمسك جزء من المنهج نلمهولك. صلوا على النبي. اول محصول عندي محصول القمح. حلو، اول قاره واول دوله بتلخفن فيهم، اقول لك ايه القمح؟ ايه الصين، بعد كده ايه الهند. قمح الصين وهند. اول قاره اسيا، قمح الصين وهند، اول قاره اسيا. طب القمح ده مهم في ايه؟ مصدر رئيسي لغذاء معظم شعوب العالم. ماله يا عم محمد كرم؟ يدخل في صناعه الخبز والمكرونه والحلويات. طيب الذره، الناس اللي بتحب الذره، يستخدم كعلف للحيوانات وغذاء للانسان. نسيت اكتبها معلش. طيب اول قاره في الذره امريكا الايه؟ الشماليه. قصب السكر يا سكر هو المصدر الاول لصناعه السكر. طب البنجر هو المصدر الثاني لانتاج السكر. طب قصب السكر اول دوله البرازيل، ثاني دوله الهند، ثالث دوله الصين. قصب السكر بيتزرع في كل القارات ما عدا اوروبا. طب اشمعنى يا عم محمد كرم؟ قال لك هو كيفه كده. قصب السكر بيتزرع في كل حته ما عدا اوروبا، عشان اوروبا في المنطقه المعتدله البارده الشماليه. طيب كل القارات عدا اوروبا. طيب البنجر بيراضي الناس كلها، يعني ايه؟ موجود في فرنسا، في اوروبا، موجود في الولايات المتحده، في امريكا الشماليه، موجود في مصر، في افريقيا. القطن يا باشا محصول مداري، بيطلع منه الخيط التي تدخل في صناعه الملابس، وزيت بذره القطن يستخدم كعلف للحيوانات. يبقى الشبه بين الذره والقطن في شبه، في شبه، يستخدم كعلف للحيوانات. طيب اول قاره اسيا، مين في اسيا؟ الصين والهند. بعد كده امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، افريقيا. فين في افريقيا؟ مصر والسودان. والقطن المصري والسوداني هو اجود انواع القطن. ليه؟ لانه طويل التيله. طيب المطاط عباره عن عصاره اشجار استوائيه. المطاط يدخل في صناعه اطارات السيارات. اول قاره اسيا، اول دوله تايلاند، ثاني قاره افريقيا. طيب الشاي موطنه الاصلي شرق اسيا، بيحتاج ايه؟ هواء رطب، حراره مرتفعه، مياه وفيره، تربه خصبه جيده الصرف. طب يا شاي اللي موطنك الاصلي شرق اسيا. نبات دائم الخضوره، اول دوله الصين، اول قاره اسيا. طيب دي كده اول درس خلص، اول اجزاء فيه. طب الدرس الثاني الحيوانات، انا بربي حيوانين مهمين، البقره والغنمه. طب يا بقر انت مهم؟ قال لك البقره مهم. ليه؟ يعد مصدر للحوم الحمراء. اول دوله في البقر وبيعبدوها الهند، اول قاره اسيا، ثم امريكا الجنوبيه. طيب
الاغنام باخد ايه من الغنم؟ باخد اللحوم والاصواف. طب يا اغنام يا اللي باخد منكم لحوم واصواف، معلومه مهمه جدا، بيتربوا في المراعي الواسعه، بتيجي في اختيارات، يربى الاغنام، يربى حيوان نقط في المراعي الواسعه، اجري على الاغنام. اول دوله الصين، يبقى البقره اسيا، البقره الهند، والغنمه صين، بقره هند غنمه صين. ثاني دوله الهند، اول قاره اسيا. طب اللحمه انا باخد كام حاجه من الحيوان؟ باخد 4، لحمه لبن بالترتيب، لحمه لبن صوف جلد. الجلد فكك ما فيهوش حاجه عندنا في المنهج غير ان هو يدخل في صناعه الاحذيه. طب نمسك اول حاجه اللحمه، اول حاجه باخدها من الحيوان. طب اول دوله الصين ثم الولايات. مستار ازاي البقر اول دوله الهند واللحمه اول دوله مش الهند؟ اقول لك عشان الصين بتعتمد على لحمه الخنازير. طب اللبن تاني حاجه باخدها. طب اللبن من اول دوله الهند، بعد كده الولايات. طب هي مصر ما عندهاش لبن؟ اقول لك مصر بتنتج 6 مليون طن سنويا ولا يكفي بسبب زياده الاستهلاك. الاصواف ماله الصوف يا عم؟ قال لك يدخل في صناعه المنتجات الصوفيه، اول دوله استراليا عشان عندها اغنام اسمها المارينو. الدواجن يا عم محمد كرم، الدواجن هي مصدر اللحمه البيضاء والبيض، وهي بديل مناسب للحمه الحمراء. طيب اول دوله الولايات، ثاني دوله الصين. السمك غذاء بروتيني مهم لصحه الانسان، يحمي الجسم من الامراض. تحس ان دي نصيحه امك ليك يعني. طيب السمك بقى مختلف، اقول لك ليه. مفيش قاره، انا عندي دول منتجه ودول مصدره. يعني ايه؟ دول بتنتج كميه كبيره ودول بتصدر. انا مين الدول المنتجه؟ الصين، اندونيسيا، ولايات متحده. طب الدول المصدره؟ الصين، نرويج، تايلاند. طيب الحديد مالك يا عم؟ الحديد يدخل في صناعه الحديد والصلب. طب يا حديد خلي بالك الحديد مهم ليه؟ بيتم تصديره من الدول الناميه الى الدول المتقدمه. الناميه زي مين؟ زي موريتانيا. المتقدمه زي مين؟ اليابان وبريطانيا. طيب اول دوله في الحديد الصين، بعدها استراليا. النحاس يدخل في صناعه الاسلاك الكهربائيه والادوات الكهربائيه. اول دوله في النحاس شيلي. طب شيلي دي فين يا عم محمد كرم؟ في امريكا الجنوبيه. البوكسايت هو الماده الخام لصناعه الالومنيوم. اول قاره مش عليك، اول دوله استراليا. طيب استراليا بتطلع البوكسايت ما بتقدرش تحوله كله الالومنيوم، انت بتقول الخام الرئيسي للمعدن الالومنيوم، فبتبدا تاخد البوكسايت تصدره ماده خام. طب بتصدره لمين؟ للولايات المتحده. هتلاقي مش تحتها على طول يعني، هي بصوا هتلاقيها مشروحه تحت. بتصدروا للولايات المتحده. عشان ايه؟ عشان احول بوكسايت لالومنيوم محتاج 3 حاجات: خبره فنيه وعلميه، طاقه كهربائيه عاليه، سوق محلي وخارجي. عشان كده اكبر دوله في الالومنيوم الولايات المتحده، واكبر دوله في البوكسايت هي استراليا. طيب بعد كده مصادر الطاقه، انا عندي طاقه متجدده وطاقه غير متجدده، طاقه ما بتخلص وطاقه بتخلص. الفحم والبترول والغاز الطبيعي دي متجدد ولا غير متجدد؟ اقول لك طاقه غير متجدده، يعني هيجي لها يوم ان شاء الله وتخلص. طيب انا عندي يا شباب الفحم ماله؟ مصدر رئيسي للطاقه، وكان عمود الصناعه او عماد الصناعه في اواخر القرن ال 18 حتى اوائل القرن ال 20. طب يا فحم مين اول دوله؟ الصين. ثاني دوله الولايات. ثالث دوله الهند. طيب مين اول قاره؟ قال لك اسيا، بعدها اوروبا، والاثنين دول مع بعض بينتجوا 3/4 انتاج الفحم اللي في العالم. طب تاني حاجه البترول مهم، مهم، يرتبط بالعلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. اول دوله السعوديه، ثاني دوله روسيا، ثالث دوله الولايات المتحده. يبقى اول دوله السعوديه، ثاني دوله روسيا، ثالث دوله الولايات المتحده. طيب الغاز الطبيعي مالك يا غاز طبيعي؟ قال لك يا باشا الغاز الطبيعي بيمثل 25% من وقود السيارات، من الوقود عامه. سهل النقل، رخيص الثمن، اقل تلوثا. يبقى الغاز الطبيعي رخيص الثمن، سهل النقل، اقل تلوثا للبيئه. اول دوله الولايات، اول قاره اوروبا. يبقى اول دوله الولايات، اول قاره اوروبا. يبقى مين انضف؟ الغاز. مين اهم؟ البترول. مين اكتر تلوث؟ الفحم. طيب الطاقه اللي ما بتخلص، الطاقه النوويه، يتم توليدها من محطات توليد الطاقه النوويه السليمه. اول قاره اوروبا، واول دوله الولايات المتحده. طيب السكر، يا سكر اول دوله البرازيل، هند، صين، مفيش قاره، يزرع في كل القارات ما عدا اوروبا. الالومنيوم ده احنا لسه شارحينه فوق. طاقه الرياح مالها طاقه الرياح؟ انا عندي يا باشا 5 دول عربيه بينتجوا كهرباء من الرياح. مين هم ال5 دول؟ مصر، مغرب، تونس، اردن، سوريا. طب غير دول عربيه انا عندي فرنسا، انجلترا، بريطانيا، الولايات المتحده. طب طاقه الامواج اللي هي حركه المد والجزر، بريطانيا، فرنسا، اليابان. طيب
الطاقة الشمسية من أهم الدول اللي بتنتج طاقة شمسية مصر. طيب أنا كده يعتبر لميت لك أهم وأولى كل اللي عليك في المنهج وأهم الدول بالقارات اللي عليك في المنهج. طيب نمسك يا باشا الدول الأساسية اللي عندنا. أنا عندي نيجيريا وألمانيا والولايات، نيجيريا وألمانيا والبرازيل. هنمسك أول حاجة نيجيريا. طيب دي لو دي نيجيريا شمالها إيه؟ الشمال إيه؟ النيجر. طب الجنوب خليج غينيا والمحيط الأطلنطي. إيه الشرق؟ تشاد والكاميرون. طب والغرب بنين. يبقى نيجيريا الشمال ايه؟ النيجر. الجنوب خليج غينيا. ايه الشرق؟ تشاد والكاميرون. والغرب بنين. طيب المناخ. نيجيريا يا شباب جنوبها قريب من خط الاستواء، يبقى جنوبها اقليم استوائي وشمالها اقليم ووسطها جنوب اقليم مناخ مداري. طب يا استاذنا مين اكتر، الاستواء ولا المداري؟ اقول لك المداري اكتر من الاستواء. طيب التعدين، خلي بالك معلومه بتتنسى، القصدير بجيبه من هضبه جوس، البترول من الجنوب الشرقي وبيخش في التجاره بنسبه 3%، الفحم في المناطق الشرقيه. يبقى القصدير هضبه جوس، البترول جنوب شرقي، والفحم المناطق الشرقيه. طب الصناعه، نيجيريا دوله ناميه، يبقى دوله بتعتمد على الزراعه ولا الصناعه؟ على الزراعه، فعشان كده الصناعه ليست متطوره ولا متنوعه. طب ايه يا استاذنا اللي عندهم؟ تكرير البترول، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماويه والغذائيه. طب السكان بيقعدوا فين وبيقلوا فين وبيزيدوا فين؟ السكان يتركز السكان على الغرب والسهول الشماليه وهضبه جوس. ليه؟ بما تفسر واي، حيث الزراعه والرعي والتعدين. طيب بيقلوا فين؟ عند دلتا نهر النيجر. استاذنا معلش هي مش الدلتا دي سهول فيضيه؟ اقول لك حصل. طب بيقلوا ليه ما سهول فيضيه؟ اقول لك بسبب الغابات والظروف المناخيه. احنا قلنا الدلتا دي في الجنوب، والجنوب يا باشا هنا عندك خط الاستواء او قريبه من خط الاستواء. طيب بعدها المانيا دوله متقدمه، يعني قايمه على الزراعه ولا الصناعه؟ قايمه على الصناعه. لو دوله ناميه زراعه، لو دوله متقدمه الصناعه. طب المانيا قصتها كبيره، تخيل دي المانيا في حته كده طبعا. هنا بحر اسمه بالتي، وهنا بحر شمال، وهنا دوله الدنمارك. يبقى بالتي شمال ودنمارك. طب الجنوب هنا النمسا، على لك اليمين نمسا، تحت هنا في سويسرا. يبقى الجنوب نمسا وسويسرا. ايه الشرق؟ بولندا وتشيك، والغرب هولندا وبلجيكا وفرنسا، ودولة هنا كده اسمها لوكسمبورغ. طب مناخها ايه؟ كل مناخها اقليم اسمه غرب، الله اكبر ما تسهليش يا المانيا، اقليم اسمه غرب، اقليم اسمه غرب اوروبا، اقليم اسمه غرب اوروبا. الله يفتح عليك. يبقى كل مناخ اقليم غرب اوروبا. طب ماله يا عم اقليم غرب اوروبا؟ قال لك يا باشا ده بيتاثر مطر طول العام متاثرا ببحر الشمال. طيب الصيف معتدل مع سقوط مطر. طب الشتاء تهبط فيه درجات الحراره وساعات بتوصل لاقل من الصفر، اللي هم ما شاء الله الناس بتتجمد. طب الغابات اللي فيه، عندك غابات نفضيه وغابات صنوبريه، تلت مساحتها غابات بستفاد الحصول على الاشجار. يعني الغابات بحصل منها على الاخشاب. طب يا استاذنا التعدين والطاقه، المانيا دوله متقدمه فبتهتم جدا بالتعدين وبتهتم بالصناعه وبتهتم بالتجاره، عشان العمود الفقري للصناعه هي المانيا. ليه؟ عشان تلت القوى العامله شغال في الصناعه. طيب هي المانيا اتولدت متقدمه في الصناعه؟ اقول لك لا، الحوار ده حصل امتى؟ بعد الحرب العالميه الاولى، بعد الحرب العالميه الثانيه. التعدين والصناعه والطاقه. التعدين، المانيا يا شباب من الدول المتقدمه صناعيا. طب هي اتولدت يا استاذنا متقدمه صناعيا؟ اقول لك لا، تلت المانيا شغالين في الصناعه. الكلام ده حصل امتى؟ بعد الحرب العالميه الثانيه. ايه اللي حصل يا محمد كرم بعد الحرب العالميه الثانيه؟ قال لك توفر عندها مقومات الصناعه، عندها مراكز علميه، تدفق الاستثمار. طيب صعبه كده؟ طيب بعد كده بنخش على البرازيل. باشا البرازيل كل الناحيه دي اللي هي الشمال الشرقي والشرق، عندك يا باشا المحيط الاطلنطي. طب الناحيه الثانيه كنا بنغنيها جيانا، سورينام، جويانا، فنزويلا، كولومبيا، بيرو، بوليفيا، باراجواي، ارجنتين، اراجواي. طب مناخها، قال لك يا باشا الشمال بتاعها مناخ استوائي عند نهر الامازون، الوسط عندها مناخ مداري، الجنوب مناخ اسمه معتدل رطب. طب التعدين، قال لك البرازيل عندها تعدين، عندها ايه؟ حديد، بوكسايت، منجنيز. طب يا استاذنا الصناعه، دوله ناميه بتهتم بالزراعه اكتر، بس الصناعه عندها في الماضي كانت بتصنع صناعات غذائيه ومنسوجات وكيماويه.
بس الايام دي طورت نفسها وبقت شغاله على الحديد والصلب والسيارات والالات والطائرات والاسمنت. ايه ده يا استاذنا كل دي ناميه؟ اقول لك المانيا دوله ناميه. السكان عندهم مش من جنس واحد. امريكا الجنوبيه او البرازيل فيها كل الاجناس او كل الاشكال. فيها الهنود الحمر اللي هم الشعب الاصلي اللي هم الشعب الهنود الحمر، وفيها كوكاز جايين من اوروبا، وفيها زنوج جايين من افريقيا اللي هي العناصر السوداء. طيب السكان بيقعدوا فين؟ انا فوق عندي استواء، في الوسط عندي مداري، الجنوب معتدل الرطب. جدع. يبقى السكان بيتركزوا في الجنوب عند مدينه ريو دي جانيرو وساو باولو بسبب اعتدال المناخ وبسبب وجود الانشطه الاخرى. طب انا عندي مشكله ان انا القاره عندي كبيره والناس كلها قاعده في الحته دي وكل ده فاضي، فبدات يبنوا مدن عشان يعيدوا توزيع السكان. زي مدينه ايه؟ مدينه برازيليا اللي هي العاصمه الحاليه، ومدينه مينا اوس. طيب كده انا يعتبر لميت لك المنهج بهيئه جداول او بهيئه مقارنات. تعالى بقى اهم اسئله بما تفسر اللي ممكن تعدي عليك. نصلي على النبي. اول سؤال قابلني في بما تفسر: مارس الانسان العديد من الانشطه الاقتصاديه البدائيه. ليه البني ادم في الماضي عمل انشطه؟ قال لك لتوفير رغبته في اشباع احتياجاته. يعني الانسان كان عايش حياه تنقل، كان بيدور على ايه؟ الاكل والملبس، فكان دي حاجاته، فكان عمال يدور ان هو يشبعها. طب استمرار حياته ان هو يكمل في العيشه اللي هو عايشها دي، وعدم توفير الامكانيات. طيب تعتبر الزراعه من الانشطه الاقتصاديه. هي الزراعه مهمه؟ الزراعه مهمه في ايه يا عم محمد قرأ؟ توفير الغذاء، بتوفر فرص توفير الغذاء، بتساعد في تربيه الحيوانات، وتوفر الماده الخام. يبقى توفر الغذاء، مصدر المواد الخام، تساعد في تربيه الحيوانات. تحتاج الزراعه الكثيفه الى ايدي عامله كثيره. السؤال ده بيغفلك، تيجي تقول لانها تزرع اكتر من مره في العام. غلط. امال ايه الاجابه الصح؟ بسبب زراعه الارض بشكل مكثف. ليه؟ للقيام بالعمليات الزراعيه، البذر والري وتنقيه الحشائش. يبقى لان يتم من خلالهم عمليات البذر والري وتنقيه الحشائش. يعتبر اقليم شمال شرق الولايات المتحده اكبر الاقاليم الصناعيه. ليه يا استاذ؟ بسبب توفير مقومات الصناعه اللي هي الطبيعيه والبشريه، واتساع الاقليم ليشمل البحيرات العظمى، ومن اهم صناعاته الهندسيه والخفيفه الاستهلاكيه. طيب بما تفسر ليه توسع دول العالم في استخدام الغاز الطبيعي؟ ليه توجهوا الغاز الطبيعي؟ لسه قايلين رخيص الثمن، سهل النقل، اقل تلوثا. طيب يصدر البوكسايت من الدول الناميه الى الدول المتقدمه. ليه الدول الناميه بتطلع البوكسايت تصدره؟ بسبب عدم توفير ظروف تصنيعه، وهي خبره فنيه وعلميه، طاقه كهربائيه عاليه، سوق محلي وخارجي. يبقى عدم توفير مقوماته: طاقه كهربائيه، خبره فنيه، سوق محلي. طيب تركز زراعه الشاي في دول شرق اسيا. اشمعنى؟ عشان الظروف بتاعت الشاي موجوده، وهي هواء رطب، تربه خصبه، مناخ حار. تحتل الصين المركز الاول في انتاج السمك. انت ليه الصين الاولى في السمك؟ قال لك طول سواحلها على المحيط الهادي، وبتهتم جدا بالوسائل الصيد. طيب تعد اندونيسيا والولايات المتحده من اهم الدول في انتاج السمك. طب ليه بينتجوا سمك؟ عشان عندهم سواحل طويله بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات. طيب تنتشر مصايد الاسماك على سواحل القارات. في اي قاره ليه في ست سمك؟ قال لك يا باشا عشان توفير مقومات السمك اللي هي ايه؟ اول حاجه ضحاله المياه وغنائها بالمواد الغذائيه، الميه صافيه وفيها اكل. التقاء التيارات البارده مع الدفيئه. توفير المواني لرصو السفن. توفير الخبره الفنيه والعلميه. التوسع في تربيه الاسماك. تطور الصناعه تطورا مذهلا. السؤال ده مهم جدا. ليه الصناعه تطورا مذهلا؟ ايه اللي خلى الصناعه تتطور؟ قال لك اولا عشان انا اعتمدت على الاساليب العلميه، ما انا لو ما بطورش مش هتتطور. طيب عملت ابحاث وعملت تجارب وبدات اهتم بالاختراعات. ارتفاع الكثافه السكانيه في نيجيريا. ليه السكان بيزيدوا في نيجيريا؟ في الغرب والشمال والسهول الشماليه وهضبه جوز. لسه قايلينها بسبب الزراعه والمراعي ومناطق التعدين. تناقص عدد العاملين في حرفة الرعي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، مهمة قوي، وفي وسط آسيا، مهمة قوي. لو قال لك شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بجري على بسبب تدفق البترول وتوطين البدو. طب لو قال لك تناقص عدد العاملين بالرعي في وسط آسيا أجري على انتشار التعليم. تعد المرتفعات الوسطى في ألمانيا بتجذب السياح. اشمعنى المنطقة دي؟ فيها تلال أو بسبب الغابات الصنوبرية والتلال والينابيع.
طيب، يعد البترول من اهم مصادر الطاقه. قلنا البترول مهم في ايه؟ يرتبط بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات السياسيه. انكماش الحشائش في المانيا. ليه منطقه الحشائش في المانيا بتقل؟ بسبب حاجه اسمها الاحلال الزراعه والتوسع العمراني. هناك بيحبوا يبنوا مباني كتير فيجوا على حساب الاراضي الزراعيه بسبب احلال الزراعه والتوسع العمراني. قلة السكان في دلتا النيجر. ليه السكان بتقل في دلتا النيجر؟ بسبب وجود الغابات الكثيفة والظروف المناخية اللي هو الإقليم الاستوائي. طيب، ليه ألمانيا عدد اللي شغالين فيها في حرفة الزراعة قليلين؟ إنها تعتمد على التكنولوجيا والآلات. عندي آلة تغنيني عن العمال. صعوبة استخدام الآلات والماكينات في أي حتة في الدنيا بسبب ضيق المساحة، ما بقدرش أدخل آلة. زيادة معدل الاستهلاك العالمي للحوم. ليه بنستهلك لحمة ياما؟ بسبب زيادة الطلب عليها. ليه بيزيد الطلب عليها؟ بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. بقى معانا فلوس بقى نشتري لحمة والسكان زادت. طيب، تعد أستراليا أولى الدول في الأصواف عشان عندها أغنام تسمى أغنام المارينو. اسعار البترول دايما بتزيد. ايه اللي خلاها بتزيد؟ اي حاجه بتزيد يبقى زياده الطلب عليها. اي منتج في العالم بيزيد عشان الطلب عليه بيزيد. يعد القطن المصري والسوداني من اجود انواع القطن لانه طويل التيله. رغم وجود الصناعات في دول عديده الا انها اختلفت فيما بينها. بالرغم ان الصناعه في كل حته بس مختلفه. هو ايه اللي بيخلي الصناعه تختلف؟ اقول لك، جودتها. الحاجه دي جودتها عامله ازاي؟ نوعها سواء خفيفة أو ثقيلة ومدى تركيز المادة الخام فيها. طيب، اتساع الفجوة بين مصر من الألبان والاستهلاك. مصر بتنتج 6 مليون طن، ما بيكفوش. ليه؟ بسبب زيادة عدد السكان وبسبب زيادة الاستهلاك. بنستهلك لبن ياما. طيب، يزرع قصب السكر في جميع القارات ما عدا اوروبا. اشمعنى على راسها ريشه؟ اقول لك لا، بسبب عدم توفير شروط زراعته وهي الحراره المرتفعه واوروبا في المنطقه المعتدله الشماليه. دي كده يا شباب اهم اسئله بما تفسر ممكن تعدي عليك. بعد كده يجي يقول لك ايه؟ ما النتائج؟ ايه النتائج اللي ترتبت؟ ايه اللي حصل على الوحده الاقتصاديه الاوروبيه؟ اتفقنا الوحده عملت تكامل، التكامل عمل حمايه جمارك، حمايه الجمارك اتدعمت من هيئه الاتحاد الاوروبي. طيب، استخدام ألمانيا التكنولوجيا والأساليب العلمية المتقدمة في الاقتصاد. أصبحت ألمانيا من الدول الاقتصاد الأولى في العالم تقدما. يعني إيه؟ ألمانيا بقت ربع تلت القوى العاملة شغال في الصناعة. ألمانيا بقت دولة صناعية متقدمة. طيب، تركز نسبة من المعادن والطاقة بالدول النامية. ايه اللي حصل لما عدد كبير من المعادن والطاقة تركزت في الدول النامية؟ يتم تصديره مادة خام. ليه؟ عشان مش عارفين يصنعوه. زي الحديد، زي موريتانيا معدته لبريطانيا واليابان. توفير المراعي الطبيعية في الصين. ايه النتائج اللي ترتبت؟ ان الصين عندها مراعي، اصبحت اولى دول العالم في حيث عدد الاغنام اللي هي المراعي الواسعة. صغر مساحة الحقول ادى الى صعوبة استخدام الالات. زيادة الطلب على البترول، اسعاره دايما في زيادة. وجود التلال والينابيع بالمرتفعات الوسطى ادى الى جذب السياح. وقوع الصين على المحيط الهادي والانهار، اصبحت الاولى في السمك. رخص ثمن الغاز الطبيعي وقلة تلوثه ادى الى زيادة الطلب عليه. استخدام الطرق العلمية الحديثة في الزراعة التجارية العلمية. لما استخدمت الطرق دي ادى الى قلة التكلفة واستخدام الالات وقلة عدد السكان. التطور الاجتماعي في اسيا بالنسبة للرعي ادى الى انتشار التعليم في وسط اسيا وادى الى قلة عدد العاملين بحرفة الرعي. الناس اللي شغالين في الرعي قلت. ممارسة الانسان الانشطة الاقتصادية عبر الزمان، عرف الاستقرار وتعلم الزراعة. عدم وفرة الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية والعلمية للدول المنتجة للبوكسايت هيصدروه للدول المتقدمة عشان يصنعوا ألمنيوم. انتشار الغابات في دلتا نهر النيجر هيقل. الغابات هيحصل منها الأخشاب. أي غابة في الدنيا باخد منها خشب. دلل يا شباب، يعني اثبت ان الكلام ده حصل. اثبت ان في علاقه بين الحيوانات والصناعه. الحيوان والصناعه اقول لك الثروه الحيوانيه مصدر للصناعه. ازاي؟ المصدر الرئيسي للصناعه يعني اللحمه واللبن والصوف والجلود بيخشوا في الصناعه. مش فاهم برضه يا استاذ؟ اللحوم دلوقتي مجمده وبنصنعها. مش بنصنع اللحمه، بتخش في صناعات كتير زي الهمبرجر يا عم. اللبن، منتجات اللبن كتير زي جهينة مثلا. وقت تكتب لي في الامتحان انا بديك مثال عشان تفهم. الاصواف، السجاد اللي مصنوع من الصوف او الملابس، الجلود، الشنط والاحذيه. يبقى الصناعه او المنتجات الحيوانيه بتوفر لي حاجات للصناعه. طيب، صناعه الالومنيوم يحتاج مقاومات، خبره فنيه وعلميه، سوق محلي وخارجي، طاقه كهربائيه عاليه، قلناها كذا مره. تعد الصناعه الحديثه مقياسا لتطور الشعوب. السؤال ده مهم جدا.
ليه؟ حيث أن الدول المتقدمة هي الدول التي تتطور فيها الصناعة بالأساليب العلمية وتطور الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراعات وكده وتطوير المنتجات الصناعية. يبقى معنى كده الدول المتقدمة بتهتم بالصناعة والأساليب العلمية. هناك عمليات تسبق التعدين، عملية البحث وعملية الكشف وعملية إعداد المنجم. اوعى تروح تقول لي وعملية النقل والتوزيع، لا دي بتيجي بعد التعدين مش قبل التعدين. طيب تنوع المحاصيل الزراعية في نيجيريا، نيجيريا المحاصيل فيها متنوعة. يا عم محمد كرم اثبت لي. اقول لك جنوب نيجيريا مناخ استوائي، بيتزرع المطاط ويتزرع الأرز. فين الأرز؟ اهو. طيب اما بقى شمال ووسط نيجيريا بزرع الذره الشاميه، الذره الرفيعه والكاكاو. بيقول لك ايه؟ توجد علاقه بين النشاط الزراعي والنشاط الصناعي. اللي فوق كان بتاع الصناعه والحيوان. طب الزراعه والصناعه، ايوه الزراعه استاذنا ممكن تديني الماده الخام اللي طور بيها الايه؟ الصناعه. حصل، حيث تعد المواد الخام الزراعيه مصدر للعديد من الصناعه. اديني مثال: القطن تخش في صناعه المنسوجات، المطاط اطارات السيارات. طيب تفوق قارة آسيا في إنتاج الثروة الحيوانية. هي آسيا متفوقة في الحيوانات؟ أقول لك آسيا عندها الهند يا باشا. الهند دي الأولى في اللبن، وآسيا هي الأولى في البقرة والأغنام، وعند آسيا برضو الصين اللي هي الأولى في الأغنام. صعبة؟ يبقى عندها الهند اللي الأولى في اللبن، وعندها الصين اللي الأولى في الأغنام، وهي أصلا الأولى في الأبقار والأغنام. طيب تتميز الصناعة الألمانية بالتنوع. هات لي دليل. أقول لك عندها حديد وصلب، عندها سيارات، عندها منسوجات، عندها سفن، عندها صناعات الكترونيه. طيب الخريطه يا شباب، انت عندك خريطه نيجيريا وخريطه المانيا وخريطه البرازيل. كده ان شاء الله على قناه الواتس وجروب الواتس هبعت لك فيديو ليله الامتحان ان شاء الله لامم لك فيه الخرايط. اي حد مش متابعني على القناه يبعت لي هدخله على طول. تاني بقى حاجه عندي هي التاريخ يا باشا. عندك لمه في كام درس؟ 7 دروس. اول واحده 5 وثاني واحده درسين. صلى على النبي. اول سؤال برضو ممكن يقابلني في التاريخ هو سؤال: اكتب ما تشير اليه العباره. طيب يعني ايه يا باشا؟ عدم الانضمام لاي من الكتلتين الشرقيه او الغربيه. يعني انا عندي كتله شرقيه وكتله غربيه، ما انضمش لحد فيهم، دي حركه عدم الانحياز، يعني ما تنضمش لاي كتله. طب خط عسكري اسرائيلي، خط اسرائيل عملته منيع، حلو، حطمته القوات المصريه. طب حطمته القوات المصريه، ده يبقى في مصر، يبقى خط بارليف. طيب خط الدفاع الاسرائيلي على هضبه الجولان، مادام خط ومش عندنا خط الون، الناس اللي بتقول الوان عادي يا حبيبي. تشكيل تكون من افراد المجتمع المصري لحمايه المنشآت والمباني ومواجهه اعمال السرقه. احنا اتجمعنا وتشكلنا حاجه، ما تشكلناش غير حاجه اسمها اللجان الشعبيه. جه بعد كده بيقول لك ايه؟ مجموعه من ضباط الجيش، شويه ضباط جيش قاموا بالثوره. ما فيش غير ضباط عملوا واحده ثوره، هم الضباط الاحرار. الله يفتح عليكم. طيب ان يقوم الشعب بانتخاب ممثلين نيابه عنها لاداره شؤون البلاد. ده تعريف الحياه الايه؟ اللي انا كاتبه النيابيه. الله يبارك لك. في حاجه غلط بس ماشي. يبقى الحياه النيابيه الوثيقه الرسميه التي تحدد نظام الحكم. وثيقه رسميه، ورقه رسميه بتحدد نظام الحكم، الدستور. المجالس النيابيه التي تتولى السلطه التشريعيه. المجالس اللي معاها السلطه التشريعيه البرلمان. طيب مجموعة من المنظمات تضم جمعيات المجتمع المدني. بص، المجتمعات المحلية والمنظمات الغير حكومية. منظمات المجتمع المدني. طيب منظمة تجمع عدد من الدول المستقلة التي تربطهم رابطة معينة. في حاجة بينهم رابطة معينة، دي اسمها منظمة إقليمية. مستر زي إيه؟ عندك جامعة الدول العربية، المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي. منظمة تضم عدد من الدول وإن لم تربط بينهم رابطة معينة، مفيش أي علاقة بينهم ببعض، منظمة دولية. طيب تابع الأمم المتحدة، حاجة تبع الأمم المتحدة تخص برعاية مصالح الشعوب والبلدان التي كانت مستعمرة. البلد اللي كانت محتلة ده مجلس اسمه الوصاية. طيب معاهدة جعلت مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية 1936. طيب سياسة اقتصادية طبقت في مصر بدون ضوابط علمية. ايه السياسة اللي اتطبقت في مصر بدون ضوابط علمية؟ سياسة الانفتاح، ودي ادت الى سوء الاوضاع الاقتصادية.
قانون استمر العمل به منذ عهد مبارك. الطوارئ. مؤتمر شاركت فيه كل من الهند ويوغوسلافيا واندونيسيا، مؤتمر باندونج. طيب، اتفاقية رحلت بموجبها قوات الاحتلال البريطاني، اتفاقية الجلاء. كنا بنقول سوء الحالة الاقتصادية، سوء الحالة الاجتماعية، عدم وجود ديمقراطية، فساد النظام الملكي، هزيمة الجيش المصري، استمرار الاحتلال البريطاني، دي كانت كلها أسباب سياسية. طيب، جاء بعد كده بيقول لك إيه؟ إجراء حكومي تم من خلاله تمصير الشركات. إحنا ما وصلناش الشركات غير من كده إجراء واحد، وهو التأميم. اهم الشخصيات اللي عندي يا باشا، اهم الشخصيات اللي مروا عليك، انا عندي مين؟ اول واحد جه في دماغي عندي محمد انور السادات. مين السادات ده؟ اول حاجه هو اذاع البيان الاول للثوره، ما ثوره 1952 قال لك عايزين نذيع البيان، هنعمل ايه؟ قال لك يا محمد انور السادات روح مبنى الاذاعه في الاسماعيليه وذيع البيان الثوره الاول. طب باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب. هو ذاعه بصوته بس باسم محمد نجيب. يبقى اول حاجه اذاع البيان الاول للثوره. تولى رئاسه مصر بعد جمال عبد الناصر، ما هو بالترتيب محمد نجيب، 2 جمال عبد الناصر، 3 السادات. يبقى ده ثالث رئيس جمهورية لمصر. أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر، قام بزيارة إسرائيل وعمل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. طيب نمسك اللي قبل منه، جمال عبد الناصر، ده اللي عمل تنظيم الضباط الأحرار، ده اللي توفى أثناء حرب الاستنزاف، ده اللي وقع اتفاقية الجلاء، ده تاني رئيس جمهورية لمصر. محمد نجيب هو أول رئيس جمهورية لمصر، أذاع البيان الأول للثورة. بصوا يا جدعان، الأشخاص دي كلها أنا هنجزها لكم بطريقة حلوة، يعني أنت إيه؟ اقعد اقراها كده في المذكرة في بيتكم، بس أنا هلمها لك بقى. بص يا شباب، الأشخاص دي أنا عندي مين؟ امشي مشي الأنا، والله خليه في إيدي. أقول لك أنا، صلى على النبي. أول شخص عندي مين؟ أول شخص عندي اسمه محمد أنور السادات، جمال عبد الناصر، ده اللي بدأ المنهج. مال يا عم جمال عبد الناصر؟ عمل تنظيم اسمه تنظيم الضباط الأحرار. تنظيم الضباط الأحرار ده اتعمل ليه؟ عشان نعمل ثورة 1952. طيب الثورة حلو، هنعمل الثورة ازاي؟ والله يا عم سادات روح مبنى الإذاعة في الإسماعيلية، خلي بالك ده مين اللي عمل كده؟ السادات. هيذيع البيان الأول، بس مين هيبقى موجود في الأرض مع الشعب؟ محمد نجيب. يبقى إذاعة البيان الأول للثورة بصوت السادات باسم محمد نجيب، يبقى الصوت مين؟ السادات. طب الاسم اسم مين؟ محمد نجيب. الله يفتح عليكم. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ المهم ايه اللي حصل؟ راح محمد نجيب على قصر الملك فاروق. ملك يا فاروق، طالبين منك انك تغادر البلاد قبل الميعاد المحدد وان تترك الحكم لابنك احمد فؤاد الثاني. يبقى ابن الملك فاروق احمد فؤاد الثاني، واللي هيغادر البلاد الملك فاروق اللي هو اكبر احفاد محمد علي في الوقت الحالي. اللي يحصل بعد كده؟ اللي يحصل بعد كده ان الثوره تنجح. بنروح بقى على حاجه ثانيه اسمها حرب فلسطين. فلسطين وقضيه فلسطين بيظهر لي في الكعبله دي واحد اسمه بلفور. مين بلفور ده؟ وزير خارجيه بريطانيا اللي عمل وعد اسمه وعد بلفور. تتعهد الحكومه البريطانيه بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. انا هنا براجع الاشخاص، فانا اي حاجه ما فيهاش اشخاص بجريها، الاحداث بجريها. طيب يا عم ايه اللي حصل بعدها؟ بعد بلفور وبعد حرب فلسطين وبعد الكعبله دي كلها يظهر لك العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي دول 3 دول جايين يحتلونا. في الوقت ده ظهر مين؟ ظهر جمال عبد الناصر. ما هو العدوان الثلاثي في عهد جمال عبد الناصر. بعد كده جاء عدوان 5 يونيو وده برضه في عهد جمال عبد الناصر. بعد كده يتولى السادات بطل حرب اكتوبر. مع السادات يظهر لي 3 اشخاص منهم سؤال جاي في الامتحان. احمد اسماعيل. مالك يا عم احمد؟ قال لك يا باشا انا كنت مدير المخابرات، وظيفتي انسق العلاقات بين مصر وسوريا واعمل خطه الخداع اللي غفل بيها اسرائيل. طب ده احمد اسماعيل. تاني واحد سعد الدين الشاذلي. مالك يا شاذلي؟ قال لك اختارني السادات عشان اكون رئيس اركان حرب القوات المسلحه. طب انت ايه وظيفتك؟ قال لك انا احط خطه العبور واشارك فيها واستشهد في حرب الاستنزاف، في حرب اكتوبر، وخد وسام بعد 39 سنه، خد احياء لذكراه. طيب جاء بعد كده مين؟ جاء بعد كده محمد عبد الغني الجمصي. ملك جمصي. قال لك يا باشا انا وظيفتي ان انا رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، وظيفتي ان انا احط انسب توقيتات لحرب اكتوبر. فاضل واحد في حرب اكتوبر وهو محمد حسني مبارك قائد سلاح الطيران واللي هيتولى حكم مصر. طب يا محمد يا حسني مبارك في اخر عهدك ايه اللي حصل؟ حصل ثوره. طيب ما ننساش شخصين مهمين،
روجرز اللي قدم مبادره عرفت باسم الوقف اطلاق النار اثناء حرب الاستنزاف، وده تبع الولايات المتحده. وعبد المنعم رياض من اشهر الشهداء اللي ماتوا في حرب اكتوبر، فريق اول عبد المنعم رياض. طيب نمشي بقى بالاحداث، هنقابل مين؟ هنقابل بعد كده بعد الحرب ما خلصت حرب اكتوبر مين كسب؟ المصريين. هنقابل واحد اسمه كارتر. مين كارتر ده؟ رئيس الولايات المتحده اللي دعا الى مؤتمر كامب ديفيد. طب يا استاذنا في مين تاني؟ بيجن. مين بيجن؟ وزير خارجيه اسرائيل اللي هيعمل معاهده السلام مع السادات. طيب كده يا استاذنا خلصنا بيجن وخلصنا السادات وخلصنا كده خلصنا. اقول لك لا، ده احنا كده دخلنا على الاهم. مين؟ محمد علي مشورة وعالي. طب اسماعيل شورى النواب المجالس. طب يا استاذنا خلصنا. اقول لك لا، الستات. عندي تم انشاء اول مدرسه لتعليم الاناث اسمها مدرسه الثانيه في حي السيده زينب باقتراح من رفاعة الطهطاوي في عهد الخديوي اسماعيل. طيب والمرأة عملت مجله لتعليم الاناث اسمها الريحانه اللي عملتها جميله حافظ. طب يا استاذنا في حاجه تاني اقول لك اول وزيره للشؤون الاجتماعيه حكمه ابو زيد، رأست الوفد المركزي للنساء الدكتور هدى الشعراوي. طيب مين اختارها السادات بنفسه تكون وزيره للشؤون الاجتماعيه؟ جدع يالا، عائشه راتب. امال رئيسه اللجنه التشريعيه للبنات في البرلمان اقول لك فاضل ايه؟ امال عثمان. صعبه كده احنا نعتبر لمينا الاشخاص. طيب نرجع بعد كده بيقول لك اهم المؤتمرات. اهم المؤتمرات، انا عندي شباب في منهجي مرينا بكم مؤتمر: باندونج في اندونيسيا، سان ريمو، كامب ديفيد، مدريد. صلوا على النبي. اول حاجه عندي مؤتمر باندونج 1955. ايه اللي حصل؟ ده كان في اندونيسيا. ايه الهدف بتاعه؟ تشكيل حركه عدم الانحياز. طب مين كان معانا؟ كانت مصر والهند ويوغوسلافيا. مؤتمر سان ريمو كان فين؟ في ايطاليا، تم بعد الحرب العالميه الاولى ومن خلاله اعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. مؤتمر كامب ديفيد. ايه مؤتمر كامب ديفيد؟ تتعمل في الولايات المتحده. طيب كان مع مين مع مين؟ رئيس مصر وكارتر. يبقى الوصول لاتفاقيه السلام والاعتراف بحق فلسطين. طيب مؤتمر مدريد للسلام في اسبانيا لحل الصراع العربي الاسرائيلي على مبدأ الارض مقابل السلام. طيب اشهر اتفاقيات، انا عندي باشا اول اتفاقيه اسمها الجلاء اللي عملها جمال عبد الناصر، اللي هي كانت بين مصر وانجلترا، بتنص على ايه؟ جلاء القوات البريطانيه من مصر بعد خلال كام شهر؟ 20 شهر بعد احتلال دام 74 عام. طيب اتفاقيه السلام دي اللي كانت بين السادات واسرائيل، اللي هي ما بين مصر واسرائيل برعايه امريكيه، اتعملت سنه كام؟ 79. النتائج الشروط بتاعتها او النتائج: انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء، انهاء حاله الحرب وحل النزاعات، احترام كل طرف الطرف الاخر، اقامه علاقات وديه، انشاء مناطق منزوعه السلاح، حريه الملاحه، بمعنى اصح تنفيذ قرارات مجلس الامن رقم 242، وطبعا النظر في القضيه الفلسطينيه. طيب بعد كده عندي اتفاقيه اوسلو، دي كانت اتفاقيه سريه ما خدتش الشكل الرسمي، كانت في واشنطن. طب بين ومين؟ بين اسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينيه، بتقول لك ان اسرائيل تبدا تنسحب وفلسطين تبدا تعمل حكومه وطنيه قويه. السلام ليه مزايا: دفع عجله التنميه، تشجيع الاستثمار، تنشيط السياحه. طب المنظمات اللي عندي في المنهج، انا مريت اول منظمه اسمها الضباط الاحرار اللي عملها جمال عبد الناصر. طب ليه يا عم عمل تنظيم الضباط الاحرار؟ قال لك القضاء على الفساد وتحرير الوطن من الاستعمار. تاني منظمه ثوره 23 يوليو 1952. طب ايه اهداف المنظمه دي او ايه اهداف الثوره دي؟ القضاء على الاستعمار، القضاء على الاحتكار، القضاء على الاقطاع، جيش قوي وعداله اجتماعيه وحياه ديمقراطيه، واقامه الثلاث حاجات دول. طب عدم الانحياز هو عدم الانضمام لاي من الكتلتين الشرقيه او الغربيه. اتعمل في باندونج في اندونيسيا، كان الاول 25 دوله، دلوقتي 118 دوله. جامعة الدول العربية، الحوار بدأ بمصر، فكرت في إنشاء حاجة تجمع بين الدول العربية، جابت سوريا والكتلة اللبنانية، قعدوا مع بعض في القاهرة، عملوا ميثاق القاهرة، 7 دول وافقوا، ولحد حاليا بقوا 22 دولة موافقين. طب إيه أهدافك؟ قال لك أنسق العلاقات بين دول الأعضاء، أنسق الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التعاون وحماية الأمن القومي، صيانة واستقلال الدول العربية والإفريقية. طيب
عندك دلوقتي الامم المتحده، الامم المتحده دي منظمه دوليه مقرها نيويورك، هدفها ايه؟ المحافظه على السلام والامن الدولي، تنميه العلاقات الوديه، التعاون الدولي لحل المشاكل الاقتصاديه، اعزز احترام الانسان. طيب سواء الفرق، مفيش فرق بين اي حد واي حد. بعد كده بيقول لك ايه؟ مواقف. انا عندي 3 مواقف: موقف الولايات المتحده في حرب 48، وموقف الولايات المتحده في حرب اكتوبر، وموقف الدول العربيه في حرب اكتوبر. 3 مواقف مختلفين. طيب اول حاجه موقف الولايات المتحده. الولايات المتحده في حرب فلسطين 1948 قدمت مساعدات لاسرائيل. ايه اللي حصل؟ حرب فلسطين احنا دخلناها لنصرة وانقاذ الشعب الفلسطيني ومساعدة فلسطين في اقامة حكومة وطنية قوية على ارضها. يحصل ايه؟ نتوجه احنا الى فلسطين ونضرب اسرائيل. طيب ايه اللي يحصل؟ تيجي جري الولايات المتحدة باسم مجلس الامن تطلب هدنة لمدة شهر، احنا نلتزم بالهدنة وهم سلحوا نفسهم باحدث الاسلحة. الهدنة خلصت، احنا خسرنا الحرب. طيب حرب اكتوبر، اسرائيل طلبت مساعدات من الولايات المتحده في حرب اكتوبر. طب ايه اللي يحصل؟ الولايات تقدم لها 3 انواع من المساعدات: مساعدات عسكريه في انشاء جسر جوي قوي، وقدمت لها مساعدات ماليه، وعمل عندنا حاجه اسمها ثغره الدفرسوار، وطلبت من مجلس الامن التدخل في اخر الحرب واصدر هدنه او اصدر مقررات رقم 338 واحنا وافقنا، وده كان ده يوم نهايه الحرب. طب الدول العربيه ساعدونا عسكريا وماليا، واجتمع وزراء النفط العربي في الكويت وقرروا قرارين: خفض انتاج البترول، وحظر تصديره لاي دوله تساعد اسرائيل. طب يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يا باشا احنا هنقلل البترول بتاعنا وهنمنع نصدره لاي دوله تساعد اسرائيل، خاصه الولايات المتحده. طيب الحروب، اشهر حروب عدت عليا في المنهج. عندي اول حاجه حرب فلسطين ما بين العرب وما بين اسرائيل. الاسباب بتاعتها رغبه العرب في نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني ومساعدة فلسطين في إقامة حكومة وطنية قوية على أرضها. طب النتائج: استيلاء على فلسطين بأكملها ما عدا غزة تحت إدارة مصرية، الضفة الغربية تحت إدارة أردنية، القدس دولية. طيب العدوان الثلاثي، 3 دول جايين يضربونا. الأسباب: إنجلترا عشان مصر أممت قناة السويس، فرنسا بسبب مساعدة مصر ثورة الجزائر، إسرائيل بسبب صفقة الأسلحة الشرقية. طيب إيه اللي يحصل؟ صفقة الأسلحة الشرقية، إيه اللي يحصل؟ العدوان فشل. طب انا سؤالي هنا: ايه النتائج فشل العدوان؟ والعدوان فشل ليه؟ العدوان فشل بسبب مقاومه الجيش والشعب المصري، مساندة الدول العربيه لمصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان، رفض الولايات المتحده استخدام القوى في الحرب، تنديد الامم المتحده. طب دي ال5 اسباب بتوع فشل العدوان. طب نتائج فشل العدوان: انسحاب انجلترا وفرنسا من بورسعيد، انسحاب اسرائيل من غزه وسيناء، هنحط قوات طوارئ دوليه بين مصر واسرائيل، وقيام تجربه للوحده بين مصر وسوريا. طيب انا اعتبر قلت كل ده. طيب بعد كده عدوان 5 يونيو 67. ايه اللي حصل؟ بعد ما احنا كسبنا العدوان الثلاثي، الولايات المتحده واسرائيل كان عندها رغبه لاستدراج العرب لحرب غير مستعدين ليها. احنا لسه قايلين كان في قوات طوارئ دوليه بين مصر واسرائيل. طب ايه اللي يحصل؟ اسرائيل هتهدد سوريا، مين يتحمى؟ مصر. اشمعنى؟ تطبيقا لاتفاقيه اسمها الدفاع المشترك. يبقى مصر اتحمقت لسوريا تطبيقا لاتفاقيه اسمها الدفاع المشترك. طب لما مصر عملت كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل نطلب من قوات الطوارئ ان هي ترحل، في نفس الوقت اسرائيل طياراتها تطلع وتدمر المطارات المصريه ونتهزم في عدوان 5 يونيو. طب النتائج: تدمير سلاح الطيران الجوي، استيلاء اسرائيل على غزه، سيناء، الضفه الغربيه وهضبه الجولان والقدس، وبدات مسيطره، خدت جزء من مصر وجزء من سوريا وخدت فلسطين باكملها. طيب بعدها اسرائيل دخلت معركه صغيره معانا اسمها راس العش، عندما حاولوا دخول مدينه بور فؤاد، ولكننا احنا انتصرنا في المعركه دي. حرب الاستنزاف، حرب الاستنزاف هي المقصود بها استنزاف طاقة العدو. الفترة دي قدرت الولايات المتحدة اتدخلت وقدمت مبادرة اسمها روجرز لوقف اطلاق النار، بس احنا رفضنا والحوار ما اتحلش وانتهى بحرب اكتوبر. حرب اكتوبر 73 بين مصر وسوريا ضد اسرائيل. النتائج: تحطيم اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي قيل انه لا تقهر، وتقويض اسر العقيدة القتالية، انتهاء نظرية الامن الاسرائيلي، غيرت الروح المعنوية وموازين القوة، واحنا بقينا محمل قوة. وبعدها الرئيس السادات راح زار اسرائيل ودخلنا في مرحلة المفاوضات. طيب دي الحروب اللي مرت علينا في المنهج. تعال بقى نشوف اهم اسئلة بما تفسر اللي عندك. يجي يقول لك يا باشا
انشاء منظمه الصحه العالميه. ليه عملنا منظمه اسمها منظمه الصحه العالميه؟ من اجل توفير الرعايه الصحيه لجميع الشعوب، عشان نوفر الصحه لجميع الشعوب، ونشر الوعي من اجل حمايه مياه الشرب من التلوث، ونعمل دورات تدريبيه عشان نخدم الحاله الصحيه. طب ليه يا ملك فاروق رحلت من البلاد قبل الميعاد المحدد؟ ما انت قاعد يا عم. قال لك لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه وتخلي بريطانيا عنه. طيب الامم المتحده منظمه دوليه، ليه يا عم؟ لانها تضم عضويه عدد من الدول لا يوجد بينهم رابطه معينه. طب احنا ليه اسسنا يا عم حركه ليه اسسنا الضباط الاحرار؟ اقول لك للقيام بثوره 1952 والقضاء على الفساد. طيب هزيمه العرب في حرب 5 يونيو 67، احنا ليه خسرنا في العدوان الاسرائيلي؟ اقول لك بسبب تفوق اسرائيل عسكريا، عشان هم اقوى مننا عسكريا خاصه في السلاح الجوي. مش بس كده، ده كمان عملوا عنصر المفاجاه لما دمروا المطارات المصريه بتجسسات امريكيه، ومساعده الولايات المتحده واوروبا لاسرائيل، ونقص تدريبات الجيوش وقله الاسلحه. كانت كل العوامل بتقول ان احنا لازم نخسر. لعب العرب دورا في حرب اكتوبر، او ممكن يجي يدلل ايه الدور اللي العرب عملوه؟ صلوا على النبي. قدموا مساعدات دعم عسكري في العراق والجزائر وليبيا والاردن والمغرب والسعوديه، دول عطونا اسلحه وساعدونا عسكريا. طيب في ناس تانية ساعدونا ماليا زي السعوديه والجزائر والامارات. خلي بالك مهم قوي، لازم تعرف ان السعوديه والجزائر قدموا مساعدات ماديه ومساعدات عسكريه. اجتمع وزراء النفط العربي في الكويت وقرروا خفض انتاج البترول ومنع تصدير الولايات المتحده. طيب بيقول لك ايه؟ تشكيل المصريين للجان الشعبيه. ليه احنا عملنا لجان شعبيه؟ عشان نحمي المنشآت المحيطه والطرق. طب يعتبر مجلس الامن من اهم اجهزه الامم المتحده. اشمعنى؟ ليه المجلس الامن هو اهم واحد؟ لانه المسؤول عن حفظ السلام والامن الدولي، وله سلطه قضائيه على حكومات الدول الاعضاء. يعني بمعنى اصح هو اهم حاجه عندهم. فلسطين مهمه ليه؟ ولد بها السيد المسيح، اسرى اليها سيدنا محمد، وبها المسجد الاقصى وهو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اهميه منظمات المجتمع المدني، سؤال بيتنسى. ليه منظمات المجتمع المدني مهمه؟ حيث تقوم على تثقيف المواطن، اثقف المواطن، افهمه، اعرفه حقوقه السياسيه، اوضح له علاقه المواطن بالدوله. انت لك كمواطن حق ايه في الدوله؟ اوفر مناخ يحقق الوحده الوطنيه، احاول ان انا اخلي الوطن كله حاجه واحده، تدعيم السياسه العامه للدوله ومرفقات الدوله. وعلى فكره بتقابل 3 مشاكل مهمه بتحاول تحلها: حظر استخدام الالغام، وتاني حاجه حمايه البيئه، وتالت حاجه قصدي مشكله الارهاب. أهمية الأمم المتحدة، هل الأمم المتحدة دي مهمة؟ أقول لك وظيفتها المحافظة على الأمن والسلام الدولي وتعزيز احترام الإنسان. طب قيام حرب 6 أكتوبر لرفض إسرائيل لكل نداءات السلام، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242. مش بس كده، ده كمان رغبة مصر وسوريا في محو آثار الهزيمة. لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر. ليه المعاهدة دي ما حققتش الاستقلال مصر اللي عايزاه؟ اقول لك بسبب محاصرة انجلترا اسرى عابدين عشان تجبر الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. فشل العدوان الثلاثي. ليه العدوان الثلاثي فشل؟ بسبب مقاومة الجيش والشعب المصري، مساندة الدول العربية لمصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان، تنديد الأمم المتحدة بالعدوان، رفض الولايات المتحدة استخدام القوى في الحرب. طيب ليه أصدرنا الدستور الدائم؟ للتأكيد على سيادة القانون، استقلال السلطة القضائية، وإقرار مبدأ التعداد الحزبي. طيب عقد مؤتمر السلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي على مبدأ الأرض مقابل السلام، اللي عايز سلام يتنازل عن الأرض. عجز الأحزاب السياسية عن التعبير عن إرادتهم. ليه الأحزاب السياسية ما بقوش عارفين يقولوا اللي هم عايزينه؟ بسبب فساد النظام الملكي، طبعا انتشار الرشاوي شبه صفقة الأسلحة الفاسدة، وفساد الأحزاب السياسية وزيادة الصراع بينهم. اغلاق مصر خليج العقبه امام الملاحه الاسرائيليه. ايه اللي حصل خلت مصر تغلق خليج العقبه؟ قال لك طبعا الحرب هي اللي حصلت. طب ليه؟ بما تفسر ليه اغلقنا خليج العقبه؟ لاحكام الحصار الاقتصادي على اسرائيل. احداث ثغره الدفرسوار بسبب تقديم مساعدات من الولايات المتحده لاسرائيل، مساعدات عسكريه. عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. ليه ما فيش ديمقراطيه؟ بسبب استمرار الاحتلال البريطاني وفساد النظام الملكي. قيام ثورة 23 يوليو 1952، سوء الحالة الاقتصادية، سوء الحالة الاجتماعية، عدم وجود ديمقراطية، فساد النظام الملكي، هزيمة الجيش المصري، استمرار الاحتلال البريطاني.
ليه الرئيس السادات راح زار اسرائيل؟ لانهاء الصراع بطريقه سلميه. جدع. قيام ثورة 25 يناير 2011 سوء الحالة الاقتصادية، دي ظهرت في خلال كام حاجة؟ حاجتين، سياسة الانفتاح، الله يفتح عليك، وايه تاني؟ وسياسة الخصخصة اللي هي تحويل ملكية من ملكية عامة لملكية خاصة، وسوء الحالة الاجتماعية التي تشمل قانون الطوارئ، سوء الحالة الصحية، تزوير الانتخابات. يعني يا أستاذنا نقول إيه؟ سوء الحالة الاقتصادية، سوء الحالة الاجتماعية، سوء الحالة الصحية، وتزوير الانتخابات، وقانون الطوارئ. طيب، كانت حرب اكتوبر نقطة تحول في الصراع العربي الاسرائيلي. ممكن يجي يدلل ازاي يا استاذنا؟ تحطيم الجيش الاسرائيلي الذي قيل انه لا يقهر، رجعنا الثقة لنفسنا، انهاء حرب اكتوبر اللي هي مرحلة اسمها اللا حرب واللا سلم، هي حرب اكتوبر نهايتها اللي هو انا مش عارف انا بحارب ولا لا. اظهار اهمية استخدام سلاح النفط العربي. اثرت حرب اكتوبر في العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول. طيب، اللي هي قارة اسيا واوروبا. طيب، تقدمت الولايات المتحدة لمبادرة روجرز. ليه يا عم جم عملت مبادرة روجرز؟ قال لك لوقف اطلاق النار وحل النزاع سلميا. قيام حرب فلسطين. ليه رحنا حرب فلسطين؟ لنصرة وانقاذ الشعب الفلسطيني ومساعدة فلسطين في اقامة حكومة وطنية قوية على ارضها. طب العدوان الثلاثي. ليه جاء العدوان الثلاثي؟ بسبب عقد صفقة الأسلحة الشرقية، ده أغضب إسرائيل، بسبب تأميم شبكة قناة السويس، وده أغضب بريطانيا، مساعدة ثورة الجزائر، وده أغضب فرنسا. العدوان الثلاثي على مصر. ايه اسباب العدوان الاسرائيلي على مصر؟ رغبة اسرائيل في القضاء على قوة مصر خاصة بعد فشل العدوان الثلاثي. طيب، هزيمة العرب في حرب فلسطين بسبب دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لاسرائيل، واحنا ما كناش مستعدين للحرب دي. طيب، ما النتائج المترتبة على معاهدة 36 جعلت مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد المصري وإرهاق الاقتصاد. يبقى جعلت مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد المصري وإرهاق الاقتصاد أو الاستنزاف المواد. إصدار قانون الإصلاح الزراعي للقضاء على الإقطاع. اللي حصل لما أصدرنا قانون الإصلاح؟ قضينا على الإقطاع. عقد مؤتمر سان ريمو، وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، تنفيذ وعد بلفور عن طريق سماحين، السماح بانتقال عدد كبير من اليهود من كل انحاء العالم لفلسطين، والسماح بانتقال ملكية الارض من الشعب الفلسطيني لليهود. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. ما النتائج المترتبة على الهزيمة؟ احتلال فلسطين بأكملها عدا الضفة الغربية، دي كانت تحت سيطرة الأردن، قطاع غزة والقدس دي تحت سيطرة مصر، والقطاع غزة تحت سيطرة مصر، والقدس دولية. يبقى فلسطين احتلت بأكملها ما عدا 3 أماكن، الضفة الغربية أردنية، القدس دولية، قطاع غزة تحت إدارة مصرية. طيب، فشل العدوان الثلاثي. النتائج المترتبة على فشل العدوان: انسحاب انجلترا وفرنسا من بورسعيد، انسحاب اسرائيل من غزة وسيناء، هنحط قوات طوارئ دولية بين مصر واسرائيل، والوحدة بين مصر وسوريا. هزيمة 5 يونيو، احتلال اسرائيل لفلسطين باكملها، عد بقى، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. قطاع غزة اللي كان تحت إدارة مصرية اتاخد، الضفة الغربية اللي تحت إدارة أردنية اتاخد، القدس دولية اتاخدت، وراحوا واخدين شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية، وواخدين من سوريا هضبة الجولان. يبقى احتلوا كم مكان؟ 5 أماكن. العمليات العسكرية التي قام بها سلاح الطيران في حرب اكتوبر. اللي حصل لما محمد حسني مبارك عمل ضربة جوية ناجحة؟ أول حاجة تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية. تاني حاجة دمرنا خط بارليف في 6 ساعات، أسرنا مئات من الجنود. بعد كده انتشار القوات المصرية ورفع علم مصر على سيناء. النتائج المترتبة على حرب فلسطين لسه حلينه فوق. النتائج المترتبة عرض قضية طابة على التحكيم الدولي. اللي حصل بعد معاهدة السلام، مصر واسرائيل اتخانقوا على طابة، مصر تقول طابة بتاعتي واسرائيل تقول طابة بتاعتي. نعمل ايه؟ نروح لمحكمة العدل الدولية تحكم لصالح مين؟ لصالح مصر باستعادة طابة. عرضنا القضية في عهد السادات، والقضية اتحكم فيها في عهد محمد حسني مبارك. طيب، جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء النفط العربي في الكويت؟ ايه اللي حصل لما وزراء النفط اجتمعوا في الكويت؟ قرروا حاجتين: خفض انتاج البترول ومنع تصدير البترول او حظر تصدير البترول للولايات المتحدة. طيب، قانون الاصلاح الزراعي القضاء على الاقطاع. اغلاق خليج العقبة لاحكام الحصار. انا بكرر ولا ايه؟ انشاء السد العالي حمى مصر من الفيضان وتوليد الكهرباء. مساعدة مصر ثورة الجزائر ادى الى مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي. معاهدة السلام ادى الى رفع علم مصر على جزء كبير من سيناء ما عدا طابة.
اختار السلام بدلا من الحرب. ايه مزايا السلام؟ السؤال ده مهم قوي. دفع عجلة التنمية، الاستقرار الداخلي، تشجيع الاستثمار، تنشيط السياحة. ادي عندك الاستقرار الداخلي، دفع عجلة التنمية، تشجيع الاستثمار او رؤوس الاموال، وتنشيط السياحة. تشكيل المجتمع المصري للجان الشعبية. ليه؟ ايه النتائج اللي حصلت بعد ما عملنا اللجان الشعبية؟ ادى الى حماية المنشآت والمناطق ومواجهة اعمال السرقة والنهب. صدور دستور 1923 فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. الدستور ده اللي اتعمل في المرحلة الأولى ولا الثانية من الاحتلال؟ الله يفتح عليك، المرحلة الثانية. أمال المرحلة الأولى كان فيها إيه؟ مجالس الجمعية العمومية والجمعية التشريعية ومجلس شورى القوانين. أما الثانية إصدار دستور 23 حرية تكوين الأحزاب، مجلس النواب والشيوخ. يبقى إيه النتائج اللي ترتبها على الدستور ده؟ حرية تكوين الأحزاب، وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية يتكون من مجلسين اسمه النواب ومجلس اسمه الشيوخ. طيب، فساد النظام الملكي قبل ثورة 23 يوليو 1952. ايه النتائج المترتبة على كده؟ انتشرت الرشاوي وحصل صفقة أسلحة فاسدة. التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة، لما حولنا الملكية من ملكية عامة إلى ملكية خاصة. إيه اللي حصل؟ أدى إلى ارتفاع الأسعار، تجمع الآلاف من العاملين وانضمامهم إلى البطالة، وبعد ما خرجوا وصلوا سن التقاعد. طيب، سؤال ده اللي يعني بيقول لك اثبت لي إن الكلام ده حصل. مزايا السلام لسه قايلين، دفع عجلة التنمية، تشجيع الاستثمار، تنشيط السياحة، ودي لسه قايلينها، والاستقرار الداخلي. طيب، حلو السؤال ده. تمت إعادة بناء القوات المسلحة عن طريق مرحلتين. أول مرحلة اسمها الصمود والتصدي، تاني مرحلة اسمها حرب الاستنزاف. في مرحلة الصمود والتصدي هنا احنا كنا بنصمد قدام قوة العدو. هنعمل إيه؟ هنعمل تدمير المدمرة الإسرائيلية الكبيرة اللي اسمها إيلات، وعملنا منع إسرائيل في دخول مدينة بور فؤاد لما دخلنا معركة راس العش. طب المرحلة الثانية حرب الاستنزاف، القصد بها هو استنزاف طاقة العدو. عملنا حائط من الصواريخ وبدأ القصف المستمر على خط بارليف، وهنا قدرنا نحقق انتصارات كتيرة. طيب، بيقول لك ايه بقى؟ تعددت صور الاستعداد لحرب اكتوبر. في كذا صورة عدت علينا استعدادا لحرب اكتوبر. اقول لك احنا عملنا ايه؟ حاجات داخلية وحاجات عربية. الداخلية عملنا ايه؟ رفع الرقابه على الصحف، القضاء على مراكز القوه، اصدار تجهيز الجيش وتسليحه باحدث الاسلحه، اصدار دستور 1971 الذي يسمى الدستور الدائم. طب عربيا، تصفيه الخلافات بين الدول العربيه، وضع امكانيات الدول العربيه في خدمه مصر وقت الحرب. طيب، ايه الدروس المستفاده من حرب اكتوبر؟ كان نقطه تحول بين الصراع العربي الاسرائيلي، تدمير الجيش الاسرائيلي الذي قيل انه لا يقهر، تقويض اسس العقيده القتاليه، اعاده الروح المعنويه للمقاتل المصري. كل بقى دي عندك بقى سلاح النفط، ان هو ظهر النفط العربي اللي هو البترول. نجحت قواتنا المسلحه في بناء حائط من الصواريخ على الضفه الغربيه اثناء حرب الاستنزاف. ايوه الكلام ده صح. الدليل حيث منعت اختراق الطائرات الاسرائيليه للاجواء المصريه، وبدات القصف المستمر على خط بارليف، مما ادى الى تدخل الولايات المتحده وقدم مبادره روجرز. ادركت بعض الدول العربيه خطوره اسرائيل بعد العدوان الثلاثي. ايه اللي حصل؟ قال لك دليل على كده قيام الوحده بين مصر وسوريا. استعادت إسرائيل من عدوان 1967 ما سيطرت عليه في العدوان الثلاثي. يعني إسرائيل في العدوان ده قدرت تاخد الأراضي اللي هي كانت مسيطرة عليها. هو في العدوان الثلاثي كانت واخدة مين؟ غزة وسيناء. هل هي قدرت ترجع غزة وسيناء؟ أقول لك أيوه، سيطرت على الاثنين. طيب، تعددت ردود الأفعال حول قرار تقسيم فلسطين. العرب رفضوا، إسرائيل وافقت، وبدأت العصابات اليهودية ترتكب أبشع المذابح. طيب، رفضت بريطانيا التصويت. ما هو عندك عرب، إسرائيل في بريطانيا، احنا كعرب رفضنا، بريطانيا إسرائيل وافقت، وبدأت العصابات اليهودية ترتكب أبشع المذابح. فاضل لك مين؟ بريطانيا امتنعت عن التصويت، ومع خروج آخر جندي بريطاني من مصر أعلنت إسرائيل قيام دولتها. افتقد العدوان الثلاثي الدعم الدولي. حصل بسبب تهديد الاتحاد السوفيتي، تنديد الأمم المتحدة، رفض الولايات المتحدة. لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر، حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بمحاصرة قصر عابدين، وبعدين أجبرت الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. تأثر الاقتصاد المصري بالحرب العالمية بسبب معاهدة 36 التي جعلت مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد المصري وتدهور الاقتصاد، أو استنزاف الموارد وإرهاق الاقتصاد. اهتمت ثورة 1952 بالطاقة المتجددة والغير متجددة، إنشاء السد العالي دي طاقة متجددة، التنقيب والبحث عن المعادن دي طاقة غير متجددة خاصة البترول.
ادت سياسه الدوله الى قيام الشعب المصري بثوره 30 يونيو 2013، حيث لم تقم تحقق السياسه الجديده اي حلول للمشاكل، بالعكس دي زودت المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. لم تتخلى مصر عن حقوق الشعب الفلسطيني. اقول لك حصل في معاهده السلام، كان في نصوص في معاهده السلام بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على انشاء حكم ذاتي لفلسطين في الضفه الغربيه وقطاع غزه. بيقول لك ايه؟ تبنت مصر منذ 2019 استراتيجيه جديده لتعميق العمل الافريقي، لما مصر رأست الاتحاد الافريقي وكان اصبح رئيس الدوله اللي هو عبد الفتاح السيسي، حيث تولت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي للمره الثالثه في 2019 برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب عمل ايه؟ اتبنى بقى استراتيجيه جديده. ايه الاستراتيجيه دي؟ هدفها تذييل المعوقات، اشيل اي معوقات بتواجه العمل الافريقي، واشجع ابناء القاره الافريقيه على المشاريع. يا ابناء القاره ابداوا اشتغلوا، واربط الاسواق الافريقيه وتفعيل اتفاقيات التجاره الحره. طيب لعبت مصر دورا هاما في توطيد الروابط العربيه. مصر لعبت دور كبير قوي ان هي تربط الدول العربيه ببعض. ايوه، عملت جامعه الدول العربيه، وعملت ميثاق جامعه الدول العربيه اللي كان الاول 7 دول دلوقتي 22 دوله. كان سوء الاوضاع الاقتصاديه سببا في قيام ثوره 25 يناير. الاقتصاد قلت لك حيث قامت سياسه الانفتاح وسياسه الخاصه. الانفتاح دون ضوابط، ان احنا بدانا نقلد دول بره بدون اي ضوابط علميه. طيب الرئيس السيسي بيخلي دور كبير في الاحتفال بيوم افريقيا 2019، حيث القى الرئيس كلمته واكد فيها على ضروره سعي دول افريقيا نحو تطور عقول الشباب، تاهيل شبابهم لتطوير والمواكبه الاحداث، تعزيز دور المراه عشان المرأة هي نبض المجتمع، وتدعيم الروابط والثقافة. يوجد علاقة بين مصر ومنظمة اليونسكو، السؤال ده بنسبة كبيرة جاي لك في الامتحان، اللي هي إحياء مكتبة الإسكندرية وإنقاذ معبد أبو سمبل. طيب أسئلة لازم تبقى أنت عارفها كده في دماغك، لازم تبقى مجمعها. تعال نشوف المقرات. محكمة العدل الدولية مقرها لاهاي في هولندا. طب جامعة الدول العربية مقرها في القاهرة. طيب منظمة الصحة العالمية مقرها في جنيف في سويسرا. امال منظمه الفاو بتاعت الاغذيه روما في ايطاليا. طيب الاتحاد الاوروبي مقره في اوروبا، ده ما نرجع بمقره. طب الامم المتحده مقرها نيويورك. طيب مؤتمر كامب ديفيد في واشنطن. طيب مؤتمر سان ريمو في ايطاليا. طيب استاذنا انا لازم ابقى عارف ان المراه حياتها اتطورت بطريقه كذا شكل. اول حاجه اقترح رفاعة الطهطاوي على الخديوي اسماعيل بانشاء مدرسه لتعليم الاناث. طيب المدرسه دي كان سميها ايه؟ الثانيه. طب واحده واحده الست من دول اتعلمت، فواحده واحده بقت عايزه ليا راي وليا قضيه اجتماعيه بتاعتي عايزه اتكلم عنها، فعملنا لها مجله اسمها مجله الريحانه، من اللي عملتها واحده اسمها جميله حافظ. دي المرحله الاولى اللي هي كانت قبل ثوره 19. طب مع ثوره 19 شاركت المراه بجانب الرجل في الثوره. طب لما شاركت قالت لك يا باشا انا عايز اعمل لجنه الوفد المركزي للنساء، انا عايز ابقى لجنه لوحدي، الرجاله ليها لجنه واحنا لينا لجنه. طب ايه لجنتك؟ قالت لك يا باشا هترقصها واحده اسمها هدى الشعراوي. واحده واحده التحقت بالجامعه، قالت لك لا انا عايز ابقى وزير زي الراجل، هنختار لها وزاره ايه؟ وزاره الشؤون الاجتماعيه، واول وزيره للشؤون الاجتماعيه هي حكمه ابو زيد. واحده واحده الست قالت لك ايه؟ قالت لك لا وزاره ومش وزاره، انا هبدا وزيره كده وخلاص. راح جاء بعد كده السادات مختار وزيره ثانيه للشؤون الاجتماعيه اسمها الدكتوره عائشه راتب. قالت لك انا عايز اخش اللجنه التشريعيه للبرلمان، اشمعنى الرجاله تحط قوانين وانا لا؟ واصبحت عضوه في اللجنه التشريعيه امال عثمان. طيب دي حياه المراه. وفي الاخر المجلس القومي للمراه. طب يا استاذنا الحياه النيابيه مرت ب3 مراحل. ايه هما؟ اول حاجه مرحله قبل ثوره قبل الاحتلال البريطاني، الثانيه اثناء الاحتلال، الثالثه بعد ثوره 52. طب نمسك اول فتره اللي هي قبل الاحتلال البريطاني. كان عندي شخصيتين، محمد علي مشوره وعالي، ودي كانت مجالس استشاريه لا سلطه لها، واسماعيل شورى النواب. طيب جه بعد كده اثناء الاحتلال مرينا بمرحلتين. اول مرحله وهي المرحله الاولى من الاحتلال، عملنا مجالس استشاريه لا سلطه لها زي محمد علي، مجلس شورى القوانين، الجمعيه العموميه والجمعيه التشريعيه. طب المرحله بقى الثانيه من الاحتلال ايه اللي حصل؟ اصدار دستور 23، حريه تكوين الاحزاب وحريه تكوين البرلمان، وعملنا مجلسين النواب والشيوخ. طيب بعد كده المرحله الثالثه مرحله الثوره.
ثوره 52 الغاء دستور 23 حل الاحزاب السياسيه. طب دي الثوره. طب بعد كده جمال عبد الناصر عمل مجلس الامه الذي اعطى المراه حق الترشح والانتخاب للمجالس. جاء بعد كده السادات عمل الدستور الدائم، جمال عبد الناصر دستور 56. طيب منظمات المجتمع المدني بتكمل دور الحكومه. المنظمات عندي نوعين، منظمات دوليه ومنظمات اقليميه، رابطه معينه يبقى اقليميه، غير لا توجد رابطه معينه تبقى دوليه، حاجات ما تسقطش منك. طيب اخر سؤال قلت اختم بيه عشان الطالب بينساه، في عهد من؟ يعني ايه في عهد من؟ مين اللي كان بيحكم مصر في الفتره دي؟ طيب صلى على النبي. قابلنا سؤال في عهد من بقاله فتره. طيب خلي بالك معلومه مهمه جدا، في عهد من ما بقولش مين اللي عمل، انا بقول مين اللي كان بيحكم مصر. يعني المشوره والعالي كانوا في عهد محمد علي، مجلس شورى النواب واول مسألة تعليم البنات ده في عهد اسماعيل. الاحتلال البريطاني، مجلس شورى القوانين حصل في عهده، الجمعيه العموميه حصلت في عهده، الجمعيه التشريعيه، الحرب العالميه الاولى، وعد بلفور، مؤتمر سان ريمو، لجنه الوفد المركزي، انشاء مجله الريحانه، كل ده في عهد الاحتلال البريطاني. طب الملك فاروق، ايه اللي حصل في عهدك يا ملك فاروق؟ معاهدة 36، حصار القوات قصر عابدين، تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة، إنشاء جامعة الدول العربية، إنشاء الأمم المتحدة، تأسيس اليونسكو، تقسيم فلسطين، إعلان قيام دولة إسرائيل، منظمة الصحة العالمية، تأسيس الضباط الأحرار، قيام الثورة، أذيع البيان الأول. يجي يقول لك في عهد من؟ أذيع البيان الأول للثورة، اللي ذاع البيان أيوة يا أستاذنا السادات. أقول لك في عهد من؟ مين اللي كان بيحكم مصر؟ طيب احمد فؤاد الثاني في عهده حصل ايه؟ طب استاذنا هو مش احمد فؤاد ده كان عيل صغير وغادر البلاد قبل الميعاد المحدد؟ اقول لك ايوه، بس احمد فؤاد فضل اسمه مكتوب على الورق ان هو اللي بيحكم لحد ما لغينا الملكيه واعلنا الجمهوريه. يبقى في عهد احمد فؤاد حصل ايه؟ اصدار قانون الاصلاح الزراعي ده اول انجاز للثوره، الغاء دستور 23 حل الاحزاب السياسيه، الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، كل ده احمد فؤاد. طب المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصدر دستور 2012 واجراء انتخابات مبكره. طيب محمد نجيب توقيع اتفاقيه الجلاء، خلي بالك مهمه قوي دي عشان هو حكم مده ما كملش السنه. جمال عبد الناصر عد بقى، راح القوات البريطانيه، تاسيس حركه عدم الانحياز، العدوان الثلاثي، تاميم قناه السويس، مجلس الامن، انضمام المراه للهيئات النقابيه، تاسيس منظمه اليونيسيف، الوحده العربيه بين مصر وسوريا، عدوان 67، حكمة أبو زيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، استشهاد عبد المنعم رياض، تأسيس الاتحاد الإفريقي، قرارات مجلس الأمن، إنقاذ معبد أبو سمبل، حرب الاستنزاف ومبادرة روجرز، كل ده أيام جمال عبد الناصر. عدلي منصور عمل دستور 2014 وانتخابات 2014. عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي وحكم بعد 2014 حتى الآن. انور السادات عملت ايه يا عم انور السادات؟ قال لك حرب اكتوبر، صدور مجلس الامن قرارات مجلس الامن 338، تهيئه الجبهات الداخليه والخارجيه للحرب، عائشه عبد الراتب وزير الشؤون الاجتماعيه، عائشه راتب مش عبد الراتب، زياره الرئيس السادات لاسرائيل، مؤتمر كامب ديفيد، صدور الدستور الدائم، معاهده السلام، امال عثمان، عرض قضيه مصر على محكمه العدل الدوليه، حظر استخدام البترول، كل ده في عهد محمد انور السادات. طب في حسني مبارك رفع علم مصر على سيناء باكملها، عوده طبق الى مصر، قانون الطوارئ، مؤتمر مدريد للسلام، اتفاقيه اوسلو، خلي بالك مهمين 1991 و 1993، تزوير الانتخابات، انشاء المجلس القومي للمراه، قيام ثوره 25 يناير. محمد مرسي رفض اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، قيام ثوره 30 يوليو. طيب صلوا على النبي. كده يا باشا انا كده خلصت لك اهم النقط اللي عليك في المنهج. طيب انا استاذنا المفروض اعمل ايه؟ المفروض يا باشا تسمع الفيديو مره واتنين، تلم الدنيا، النماذج الاسترشاديه، المحافظات اللي همتحن تقابلك تجيبها وتقعد تحلها، ما تضيعش وقتك، ربنا يوفقك يا رب. قضينا سنه كويسه مع بعض لطلابي، ولو انت مش طلابي برضو اكيد كانت سنه تقيله قوي شويه عليك، وطلابي كانت سنه تقيله، قضينا عيد صغير وعيد كبير والناس كلها امتحنت والنتائج طلعت وانتوا لسه بتمتحنوا، ربنا معاكم يا رب. اتمنى ربنا يوفقكم. نصيحه مني يا ابني، ما تضيعش تعبك ولا تعب اهلك على الارض. انت تعبت السنه دي واهلك تعبوا معاك السنه دي، ده مستقبلك. معلش كام ساعه اللي هتقعد تذاكرهم هم دول اللي هيفيدوك في الامتحان. بعد اذن حضرتك اقفل التيك توك واقفل الفيسبوك واقفل اليوتيوب واقفل اي حاجه، لا اليوتيوب ايه تتفرج عليه، اقفل اي حاجه تبعدك عن المذاكره. بعد اذن حضرتك ما تضيعش وقتك حبيب قلبي. السنه دي مهمه جدا للسنه الجايه، الترم ده اللي المفروض بنعوض فيه الترم الاول. ربنا يوفقك يا رب. اتمنى ما كنتش تقيل عليك ولا كنت غلست عليك في اي حاجه، واي حد زعلان مني يا عم عديها، اخبط دماغك في اقرب حيط
ربنا يوفقك يا رب. وكان اخوك المؤرخ معاك، اشوفكم على خير، ولو كلها مدرسين فاحنا المؤرخين.